السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ اخباركم؟ اتمنى يا رب كلكم تكونوا بخير. عملت النهارده فطار، فراخ محشية بالرز والكبد. هوريكم عملتها ازاي. اهو شكل الفرخة بعد ما طلعت من الفرن، شكلها كان حلو جدا وطعمها كان تحفة ما شاء الله. جربوها بالطريقة دي هتعجبكم قوي. هنخش بقى على الطريقة على طول، انا اختصرت في الفيديو خالص. انا جبت بصلتين فرمتهم في الكبة واخدت منهم النص وحطيته في حلة، وحطيت عليها شوية زيت وسبتها على النار تاخد لون، يعني لون ذهبي كده. وسبت النص التاني بتاع البصل المفروم في الكبة، واخدت قرنين فلفل اخضر زي ما انتم شايفين كده. هو حامي بس مش حامي قوي، يعني نص نص. لو حابين حار هتحطوا حار، حابين ما تحطوش اصلا فلفل، بس هو بيدي طعم حلو قوي في التتبيلة دي. واخدت طماطمايه برضو قطعتها وحطيتها في الكبة. وطبعا فلفل اسمر وملح. وبعدين هشغل الكبة هفرم الخليط ده كله علشان اتبل الفراخ بيه. طبعا الفراخ زي ما انتم شايفينها كده زي الفل، لازم تغسلوها كويس جدا. غسلتها وحطيت عليها ملح وليمون وخل. دي الكبدة اللي هعمل بيها الرز. انا قطعتها، طبعا الكبدة مش بتتقطع بسكينة، قطعتها بالمقص قطع صغيرة. وبغسلها كويس قوي، بطلع شعيرات الدم اللي جوه دي، علشان لما اجي احطها في البصلة ما تغمقليش البصلة او تغمقلي الرز بتاعي زيادة عن اللزوم. طبعا الدم ده بي بيدي لون غامق في التسوية، لكن لازم تتغسل كويس وتطلعي الشعيرات الدموية اللي جوه الكبدة ذات نفسها. ده الخليط بتاع البصل والطماطم والملح والفلفل اللي انا عملته. هتبل بيه الفرخة كويس قوي، هدعكها كلها كده من بره ومن جوه. ده كان عايزة اقول لكم ريحته كانت تحفة خرافية يعني. وطبعا بيدي طعم مختلف للفراخ. بيضيع لو في اي زفارة جوه في الفرخة ذات نفسها. بيضيع اي حاجة. كمان ساعات لما باجي اسلقها بعمل البصلة كده، وبعد كده بحمرها بشوية زيت على النار واحط عليها المية المغلية. بيدي طعم تحفة للشوربة وطعم حلو قوي للفراخ، بيغير الطعم تماما يعني. بيخليها تحسي ان هي نضيفة كده وطعمها حلو. طبعا ده الرز بتاعي، انا واخدة كوبايتين، هغسلهم واسيبهم ثواني على بال ما اخلص البصلة والكبدة وكده. دي البصلة بتاعتي طبعا على النار، انا مش عايزاها تحمر، بس يبقى لونها ذهبي كده، اللون الحلو ده اللي انتوا شايفينه. وبعد كده هبتدي انزل بقطع الكبده اللي انا مقطعاها. طبعا انا كنت جايبه نص فما استعملتوش كله، لان انا عامله كوبايتين رز بس. اتبقى منهم حبه كده صغيرين، قلت ابقى اخليهم في الفريزر ابقى استعملهم مره تانية. حطيت الكميه دي وكانت حلوه قوي في الرز، يعني مش مثلا شويه صغيرين او حاجه، لا كانت كميه مظبوطه مع كوبايتين الرز، كانت حلوه قوي. طبعا حطيت فلفل اسمر وملح، وحطيت الكبدة وقلبتها شوية في البصلة. وسبتها حوالي 5 دقايق كده على النار، أو يعني دخلوا في 10 دقايق أو حاجة. بس تاخد اللون بتاعها ده، علشان ما ينفعش أحطها طبعا وهي نية. وبعد كده نزلت كوبايتين مية من الحنفية، مية عادية يعني، كوبايتين على كوبايتين الرز، وغسلت الرز وحطيته كده. دي خلاص الرز بتاعنا خلص. هغطي عليه وهسيبه لحد ما يتشرب، وبعد كده اخدت منه حبة صغيرين علشان احشي بيهم الفراخ. الرز اللي بحشي بيه الفراخ لو حطيته ني، انا جربته قبل كده، كان ني من جوه، ما استواش قوي زي ده، كان مستوي ومظبوط. ده كده يعتبر نص تسوية مش تسوية كاملة، لان اول ما يعني الرز طبيعي لما بيتشرب انت كده كده بتسيبيه على النار لحد ما يكمل تسويته خالص. ده يا دوبك اتشرب، فانا اخدت منه جزء حشيت بيه الفرخة بتاعتي وغطيته وسبته على النار حوالي نص ساعة كمان على نار هادية قوي لحد ما اكمل التسوية بتاعته كاملة.
وبعد كده حطيت الفرخة بتاعتي في صينية زي ما انتوا شفتوا كده. وطبعا بقية التتبيلة اللي كانت في البلاستيكة حطيتها برضو في الصينية، وحطيت تقريبا حوالي نص كوباية مية علشان الفراخ ما تلزقش قوي يعني مع التسوية في الفرن. لو سبتيها من غير اي سائل هتلاقيها بتلزق في الصينية من تحت. شوية المية دولت مع البخار سووها قوي من جوه ومن بره، وفي نفس الوقت خلوها من تحت ما اتحرقتش. هنا طبعا انا مادام في رز بالكبد او رز بالكاري او الكلام ده لازم اعمل دقوس. الدقوس ده انا بعمله ازاي؟ بجيب طماطمايه وبحطها في الكبة، وبحط فلفل حار. انا حطيت بقى لان ده انا اساسا انا اللي باكله بس بحبه حامي قوي. حطيت 3 قرون فلفل، وحطيت ده توم مفروم انا حطاه في الفريزر. اخدت حتة صغيرة يعني تقريبا ما يعادل فصين توم، مش كتير. وحطيت شوية خل وملح وكمون وليمونة. ليمونة عصرتها جوه الكبة. وبعد كده بضرب الخليط ده كله، ده الملح، يبقى ملح وكمون وخل وليمون وفلفل وطماطم. الدقوس ده طبعا طعمه خرافي خرافي، وبيودي الرز في حتة تانية خالص يعني. إذا بتحبوا الحامي أو طعم الخل مع الليمون بيدي مزازة كده للرز، بينقله نقلة تانية خالص. جربوه هيعجبكم قوي. دي النقط بتاعت يزن بتاعت المناخير. مش عارفة طالعة في الفيديو ليه. ده الدقوس بتاعنا خلاص كده خلص اهو، بعد ما اتضرب في الكبة. هو كده خالص. ده بيتباع في المحلات بتاعة حضرموت واي حد بيعمل كبسة ومندي والكلام ده كله. طبعا هنا كنت طلعت الصينية من الفرن فعملت سويت في الأرضية بوظت لي الفوطة. دي شكل الفراخ بعد ما استوت، شكلها زي ما انتم شايفين كده تحفة. من جوه كانت مستوية جدا وطعمها كان حلو قوي. جربوها بالطريقة دي هتعجبكم مع الدقوس. وده الرز بالكبد، لونه فاتح وكانت تسويته حلوة، ولا معجن ولا يعني ني. مظبوط وطعمه لذيذ قوي، غير الرز الابيض والرز بالشعرية ده حاجة تانية يعني طعمه مختلف عن العادي. اتمنى يكون الفيديو عجبكم ويكون خفيف عليكم وجربوه الفراخ بالطريقة دي. لو عجبتكم ما تنسوش تعملوا لي كومنت كده حلو، ومع السلامة.